عمل لها فرح أسطوري وهو أكبر منها ب9 سنين، والهضبة غنى في فرحها. جميل عوض بتدخل عيش الزوجية بعد ما كانت رافضة فكرة الجواز تماما. تعالوا نحكي لكم عن قصة حبهم شوية. صدرت الفنانة جميل عوض حديث الجمهور الساعات اللي فاتت بعد حفل زفافها الملكي على المونتير أحمد حافظ، وده تم في قلعة صلاح الدين الأيوبي بحضور عائلتها وعدد كبير من الأصدقاء من داخل وخارج الوسط الفني، بعد قصة حب 8 سنين بعيدة تماما عن الأنظار. للي ما يعرفوش، الفنانة جميل عوض هي حفيدة النجم الراحل محمد عوض، ووالدها هو المخرج الشهير عادل عوض، ووالدتها الممثلة من أصول لبنانية رندا عوض. تعرفت جميل على أحمد في كواليس فيلم هيبتا سنة 2016، وده لما شاركت جميلة في الفيلم كان أحمد هو المونتير. توطدت الصداقة بينهم بسرعة وتحولت لعلاقة عاطفية في مسلسل لا تطفئ الشمس. هنا أحمد اعترف لها بحبه، وقرروا إن العلاقة بتاعتهم تكون بعيدة تماما عن الأضواء للحفاظ على خصوصيتهم. استمرت علاقة حبهم لمدة 8 سنوات إلى أن توجت بالزواج الساعات اللي فاتت. عقد قرانها كان مفاجئ للجميع لأنه ما كانش فيه خطوبة تمهد الخطوة دي، وفجأة طلعوا بقرار عقد القران. وعقد القران كان حفل عائلي بسيط بحضور الأهل والأصدقاء المقربين. جميل عوض عندها 33 سنة وقدمت 15 عمل فني، وبدأت شهرتها في دورها من مسلسل تحت السيطرة مع الفنانة نيللي كريم. أما زوجها المونتير أحمد حافظ فيعتبر من أبرز المونتيرين في مصر، وساهم في نجاح العديد من الأعمال الفنية الكبيرة. اشتهر بدقته في العمل ويصنف ضمن أهم المونتيرين في مصر، وشارك في العديد من الأعمال الفنية المهمة سواء أفلام أو مسلسلات. عمل كومنتير لمسلسل مارفل الشهير اللي هو مون نايت. حفل زفافهم تم في أجواء رومانسية وكلاسيكية، حضروا عدد كبير من أفراد أسرتها وأصدقائها وكمان نجوم الفن اللي حرصوا على الحضور والرقص والاحتفال مع العروسين. أحيا حفل زفافها الهضبة عمرو دياب والفنان مصطفى قمر. حضر عدد كبير من نجوم الفن، منهم الفنانة نجلة بدر، الفنان أحمد الصاوي، أحمد حلمي، منى زكي، حسن الرداد، إيمي سمير غانم، وطبعا ظهرت نيللي كريم في أول ظهور ليها بعد طلاقها، والفنانة الكبيرة يسرا، والفنانة ليلى علوي، وعدد كبير من الفنانين والإعلاميين ونجوم الفن. وبكده نكون حكينا لكم عن جميل عوض وجوزها وحفل زفافهم الكبير. تابعونا عشان تعرفوا كل الجديد على مولاتي.